السلام عليكم يا حلوين. فيديو النهارده الفيديو المنتظر بتاع كل شهر اللي هي مشترياتي خلال الشهر. بس الشهر ده طبعا زي ما انتوا كلكم عارفين ان هو شهر الخصومات والتخفيضات، وكله عامل عروض واوفرز طبعا قوية جدا. ففي حاجات انا جبتها في بدايات الشهر، وفي حاجات جبتها في العروض وفي التخفيضات. فخلينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لسه مشتركتش في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة جبت من كولاجرا الغسول. طبعا هو مشهور جدا واخد يعني هايب قوي، اللي هو بتاع البشرة المختلطة والبشرة الدهنية. ناس كتير قوي بتقول عليه ان هو حلو جدا، فطبعا هجربه. كولاجرا طبعا دايما عامل تخفيضات على الويب سايت بتاعهم يا جماعة، فطبعا الاوفرز بتاعتهم حلوة جدا. كمان جبت منهم الليب بالم دي برضو هجربها من كولاجرا برضو، وبرضو سعرها صراحة مش فاكرة الاسعار قوي، بس هو دايما عليها تخفيضات. كمان جبت الفيتامين سي سيرم بتاع كولاجرا يا جماعه. لو تفتكروا ان انا في الفيديوهات القديمه اللي قبل كده الفيتامين سي بتاعهم ما كانش عاجبني خالص، بس هما تقريبا غيروا الفورميولا بتاعته، ومكتوب ان هو ريتش ان فيتامين اي وكولاجين وهيلورونيك اسيد، كان بينشف بشرتي قوي. هنا الفورميولا الجديده دي هو حاطط فيه كولاجين وهيلورونيك اسيد، يعني المفروض ان هو مش بينشف البشرة. فبرضو ده هجربه واقول لكم رأيي فيه. كمان جبت الليب بالم دي من بوبانا، برضو دي هجربها. انا مش عارفة هي كويسة ولا لأ، مش سامعة عنها قوي. بنكهة الكريز، و مكتوب عليه بقوة الفيتامين A والبيتا كاروتين. برضو هجربها واقول لكم رايي. كمان جبت الليب بالم دي من بيز لاين، ودي كانت ناس كتير تتكلم عنها انها حلوه قوي، اللي هي من غير اي نكهه. هشوفها برضو. بس يا جماعه هو انا طبعا الشهر ده جبت ليب بالمز كتير قوي علشان الشتاء، ف... فبرضو عايزه اعمل لكم فيديو اجمع لكم فيه كل انواع الليب بالمز اللي انا جربتها الفتره الاخيره واقول لكم رايي فيه. كمان جبت الهاند كريم ده من بوبانا، ده بالتروبيكال فروتس برضو. انا لسه ما جربتش الحاجات دي، فهجرب واقول لكم رايي فيها. بس يا جماعه حاسه ان هو كميته قليله قوي، انا مش فاكره سعره، يعني هكتب لكم سعره هنا. كمان جبت كريم للرجلين للقدم يعني من اماندا. لو تفتكروا انا كلمتكم على كريم الايد قبل كده من اماندا وكان حلو جدا. ده بقى الفوت كريم بتاعه، قلت هجربه. طبعا انا يعني اكيد الشتاء محتاجين يعني مرطبات قويه قوي للرجلين، فهجربه واقول لكم رايي فيه. كمان جبت ده اللي هو هيت بروتكشن او هيت بروتكتور للشعر، او الثيرمال بروتكشن للشعر من كانتو. برضو كنت سامعه عنه كويس. فاكرين انا كنت جربت كلاري قبل كده وما كانش عاجبني خالص، لان هو كان زيت جوز هند بيور يعني، بستخدم على طول السشوار والحاجات دي. قلت هجرب واقول لكم رايي فيه. كمان جبت ايفلين، براند ايفلين يا جماعه او براند ايفلاين. ده من البراندات اللي لسه نازله السوق المصري يعني حديثا، لسه ما اتشهرتش. هو براند تقريبا فاكره هو براند ايه، هقول لكم برضو. جبت منه ريتينول، تركيزه 0.2%، يعني تركيزه مش قوي قوي. بدات ريتينول برضو بقالي فتره كبيره، فيعتبر 0.2 ده تركيز مش قوي قوي. انا استخدمته كام مره كده، فهو لطيف. طبعا الريتينول من الحاجات اللي هي بتبان بعد فترة طويلة قوي، يعني عايز استخدام على الاقل 6 شهور كده عشان احس بالفرق. فمش هقدر اقول لكم هو حلو ولا وحش، بس مبدئيا مش عامل لي اي مشاكل في بشرتي، فهو بالنسبة لي حلو لغاية دلوقتي. ومكتوب ان هو في مكوناته الاسكالين والنياسيناميد، ودي الحاجات طبعا اللي هي بتفتح البشرة وبتتحكم في افراز الدهون. هو لغاية دلوقتي ظريف معايا. كمان يا جماعة طلبت من على الويب سايت بتاع انفينيتي، عامل اوفرز باي تو جيت تو، يعني هي هتشتري حاجتين هتاخدي عليهم حاجتين فري. هحط لكم الفيديو هنا بتاع البروسيس وانا بشتري اونلاين. هو للاسف لسه ما وصلش لغايه دلوقتي، فقلت اسجل لكم الفيديو عشان تلحقوا الاوفرز بتاعته. بصراحه هو عامل يعني الاوفر ده حلو جدا. زي ما انتم شايفين كنت انا اصلا عايزه اشتري من انفينيتي الريتينول اي كريم.
لان كنت عايزه اي كريم فيه ريتينول علشان اللون الغامق اللي تحت عينيا هو مش تصبغات، هو نتيجه ان الجلد بيبقى سمكه بيقل مع السن، فبيعمل لون غامق تحت العين وبتبان الاوعيه الدمويه، فبيبقى لون ازرق كده، عارفين الشكل ده. فده لازم ريتينول اي كريم. فانا لما دورت لقيت ان انفينيتي عامل ريتينول اي كريم فطلبته. وطلبت كمان برضو الكريم اللي هو هيالو كولاجين تقريبا اسمه كده، برضو سمع عنه هو ترطيبه حلو جدا، وطبعا احنا محتاجين كريمات مرطبة حلوة للشتاء، فبرضو طلبته. وقلت هجرب بقى في حاجة كده للرجل وكريم يعني للقدم وكريم ايدين برضو من عندهم، قلت هجربهم برضو وهقول لكم رأيي فيهم بعد ما اجربهم. بس يا مسهل والحاجات دي توصل. بس طبعا لازم تلحقوا الاوفر، في برودكتس كتير في انفينيتي مميزة فالحقوا الاوفر. كمان جبت من سيبل، انتوا عارفين ان انا بحب الليبستيكس بتاعت سيبل جدا اللي هي الكريمي مات، بتبقى حلوة قوي وانا بحبها فعلا، بحبها على الشفايف انها كريمي ومش بتنشف وفي نفس الوقت هي مات، فحلوة قوي. فجبت اللي هو رقمه 314 واسمه نود بيري، هو على نود وفي نفس الوقت لونه بينك كده شوية، فحلوة قوي. فالدرجة دي يعني فاتحة، هي درجة كده بصوا على نود بس على بينك مش على بيج، بصوا الدرجة عاملة ازاي، حلوة قوي يعني، من الدرجات التحفة قوي في النهار، بتبقى درجات كده جميلة وفاتحة. اخر حاجة بقى جبت من فيفلين اخيرا يا جماعة. انا فيفلين بصراحة اسعاره شايفاها عالية جدا جدا، بس مع الاوفر اللي هو عامله في بمناسبة البلاك فرايداي بصراحة يعني قلت لا لازم اجربه بقى، يعني هو الاسعار بقت كويسة قوي كده في الاوفر، فقلت لازم اجربه. فافتح معاكم البوكس ده اهو. جبت مجموعة الشعر دي اللي هي الشامبو والكونديشنر، استنوا لما نفتح. فجبت مجموعة الشعر دي اللي هي اسمها جروفي جروث، الشامبو والكونديشنر والهير ماسك. انا مش عارفة بصراحة هما ريحتهم ايه، ومش عارفة برضو بيرطبوا الشعر. المفروض ان مجموعة الشعر دي ده الشامبو هنا مكتوب عليه ان هو فيه كافيين ومية رز وجرين تي اكستراكت، فهو المفروض ان هو بيحفز نمو الشعر وبيقوي الشعر. كده هجرب المجموعة دي وهقول لكم رأيي فيها، وهعمل لكم فيديو مخصوص وريفيو عن المجموعة دي من فيفلين. بصوا يا جماعة الباكيجينج عاملينها ازاي، يعني حاجة شيك قوي، يعني بيحافظوا فعلا على البرودكت وجاية في بوكس حلو جدا. فهم براند يعني في كده لاكجري، وتحسي ان انت يعني تحسي انك مبسوطة كده وانتي بتشتري البراند ده. كمان جبت منهم الدراي اويل بتاعهم، هم مشهورين بيه قوي يا جماعة، وهو واخد يعني ريت عالي قوي ان هو كويس، فانا برضو هجربه واقول لكم رأيي فيه. وجبت كمان نيل اويل واي براو اويل، نيل اويل اللي هو زيت الضوافر، واي براو اويل للحواجب، فهقول لكم رأيي فيهم بعد فترة من التجربة. بس كده حلوين، نكون وصلت لنهاية الفيديو معاكم. بصوا يا جماعة كل البراندز عاملة اوفرز على الويب سايت بتاعتهم حلو جدا، فيعني انا بنصحكم لو انتوا عايزين تعملوا ستوك من حاجة او ريستوك، يعني جيبوا حاجات انتوا متعودين عليها تجيبوها في الفترة دي، لان بجد كل البراندز المصرية عاملة تخفيضات حلوة جدا واوفرز حلوة جدا، حتى لو اشتركتي انتي وصاحبتك انتي واختك فهتبقى فرصة حلوة قوي ان انت بتجيبي الحاجة بنص تمنها او اقل من نص تمنها، فدي فرصة يا جماعة فعلا، حاولوا ان انتوا تستغلوها. وبس كده حلوين، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم، وتابعوني على السوشيال ميديا اللي هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.